منورنا دكتور حسن الزواوي، وهو الحقيقة صاحب بيته دايما بينورنا بمجموعة من الأعمال الجديدة المختلفة. دكتور حسن هو أستاذ الإعلام بالعديد من كليات الإعلام، وبيكون طول الوقت مهتم جدا وبشكل كبير إن هو يركز على إبداعات الشباب والبنات في مجال الإعلام، ويقدر يطلع طاقاتهم المختلفة، ويقدر يقدم لنا كمان نماذج كتيرة جدا مختلفة على الشاشة. دكتور حسن النهاردة جايب لنا فقرة مختلفة جدا ومشروع سكتش درامي عن الأتوبيس، واسمه الساعة 6 الصبح، وهينورونا فيه سمر محمد وآية أحمد. هنبدأ معاكم أول فقرة من فقرات يوم جديد، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. اكيد هيجي على مهلي. يعني هو في ايه في البلد دي مظبوط؟ على رأيك يا حاج. ما تاخذنيش يا ابني في السؤال. اللي يبص على شكلك كده يقول عليك ابن ناس، ومالكش في بهدله الاتوبيسات. ايه اللي رماك على المر؟ بص يا حاج، حضرتك قلت اهو، اللي يبص لشكلي يقول ابن ناس، بس بقى اللي يبص لجيبي يقول ابن كلب. بس خلينا بصراحه، يعني انا اول مره اركب اتوبيس. دايما بروح الكليه اللي انا بشتغل فيها بتاكسي لانها قريبه من البيت، فلو ركبت تاكسي عادي، انما انا النهارده رايح اداره الجامعه، ولو ركبت تاكسي ضاع ربع المرتب في المشوار ده. وبتشتغل ايه بقى في الكليه؟ معيد في كليه علوم. يا نهار اسود، معيد في كليه ومعكش حق التاكسي؟ امال احنا بقى نعمل ايه؟ ليه يا حاج وحضرتك بتشتغل فين؟ بعيد عنك، عسكري على المعاش. وانا كنت عسكري فين؟ يعني هتفرق؟ لا ما اقصدش انها هتفرق يعني، بس اقصد بندردش مع بعض لحد ما الاتوبيس يجي. شوف يا ابني، انا كنت بشتغل في مزرعه خيل تبع الحكومه. يعني وظيفتي تابع الخيل، والخيل اللي الاقيه كبر وما عادش تيجي منه اضربه بالنار واخلص منه. الناس كلها كانت شايفه شغلتي دي غلط، وانا كمان كنت شايفها غلط. بس بعد ما كبرت وبقيت مكان الفرس العجوز، بقى نفسي حد يقدم لي نفس الخدمه دي تاني. طب وليه كانوا بيطلبوا منك تعمل كده؟ عشان مش لاقيين اكل ياكل. يعني ايه خيل ياكل وهو ما منوش فايده؟ طب ما احنا كمان ما عادش لينا فايده. ما كانوش قادرين ياكلونا ويركبونا اتوبيسات زي الناس، يضربونا بالنار احسن ويريحونا. لا على ربنا يا حاج، انت شربت. ونعم بالله يا ابني. رمسيس رمسيس رمسيس. يلا يا ابني نلحق مكان. يلا فين؟ يلا الحق مكان، الناس دي كلها مستنيه اتوبيس الساعه 6. يلا. والناس دي كلها ازاي هتركب في الاتوبيس ده؟ يا سيدي يعني هي جت على الاتوبيس فكلنا شايلين فوق حملنا. يلا بسرعه. يلا يا حاج. بالراحة يا جدعان يا جدعان، بالراحة، مش كده يا جدعان، الاتوبيس مش هيطير. حاسب يا اسطى، حاسب. ايه في ايه؟ ده في واحد واقع تحت الاتوبيس. لا حول ولا قوة الا بالله. كده يا جدعان، طب حد يتكلم لنا يسعف بسرعة. عمال اقول لكم بالراحة يا جدعان، بالراحة. ذنبه ايه بس الراجل ده يا رب؟ ذنبنا ان احنا اللي نتاخر عن شغلنا ده. انا شغاله في مكتب بريد، يعني ده تاخير بحساب. ما تشوفوا لنا حل في موضوع المواصلات. انا مالي يا مدام، بتكلميني انا ليه؟ ما تروحي تكلمي المسؤولين، انا اخر اقطع تذاكر. يا جماعة الكلام ده لا هيجيب ولا هيودي. يلا يا اسطى اطلع بينا، كفاية تأخير، أنا كده مش هلحق طابور المدرسة. ما تقلقش يا استاذ سيد، هتلحقوا ان شاء الله. ها؟ توكلنا عليك يا رب. إيه يا اسطى فيه إيه؟ الاتوبيس مش عايز يدور، والله ما عايز يدور، شكله كده زعلان على الراجل، والله زعلان عليه. يا سلام، يعني زعلان على الراجل ومش زعلان علينا؟ وحياتك تسكت يا استاذ سيد، تزعل على رجل الراجل اللي اتكسرت خلاه يعمل. امال لو زعل علينا هيعمل ايه؟ قول لي هيعمل ايه؟ هينفجر ويريحنا؟ يلا بينا ننزل كلنا، ما هي بايظه. لسه قاعده ليه يا بنتي؟ الناس كلها نزلت. النهارده اول يوم في امتحانات الثانويه ولازم اروح بدري عشان اشوف لك. بس انت كده هتتاخري، الاتوبيس عطلان وهياخد وقت طويل على ما يتصلح. ما هو ده الاتوبيس الوحيد اللي بيعدي من قدام المدرسه، الباقي الثاني بيجي متاخر. ما ينفعش تركبي اتوبيس ما دام عندك امتحان. خدي انزلي اركبي تاكسي بمنطق. تاكسي؟ لو هو عرف ان بالفلوس اللي ادهاني ركبت تاكسي كان يموتني. لا اله الا الله. هي الناس تركب الاتوبيس تموت، تركب القطر تموت، تركب التاكسي برضك تموت. يلا القصد خدي يا بنت الفلوس دي اركبي تاكسي. امسكي ما تتكسفيش، ده انت زي بنتي. بس بدعي لها ربنا يقومها بالسلامه. ليه يا مريم؟ لا مفيش، كانت راكبه الاتوبيس معايا ورايحه المعهد بتاعها، فجالها اختناق كده من الزحمه بعيد عنك، بعيد عن السامعين طبعا، وراقده في السرير بقالها يومين.
بنرحب بكم مشاهدينا وتاني فقراتنا، وما زلنا مخصصين الفترة الأولى المفتوحة خاصة بمشروعات التخرج لطلبة كلية الإعلام. مكمل معانا الدكتور حسن الزواوي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ومعانا مشروع مختلف عن المشروع اللي شفتوه في الفقرة اللي فاتت. ده سكتش عن الأتوبيس وشكل الأتوبيس الساعة 6 الصبح. كلنا متخيلين طبعا الناس وهي رايحة وظائفها المواصلات عموما بشكل عام، المواصلات العامة بتبقى عاملة ازاي، الاتوبيس تحديدا والسكتش ده من جوه الاتوبيس. خلوني ارحب بضيوفي وبعدين نشوف تفاصيل هذا السكتش. خلوني اجدد الترحيب بالدكتور حسن مكمل معانا من الفقره اللي فاتت. منورنا يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. منور بيك. ايه اهلا بيكي. سمر منورنا. قولوا لي الاول انتوا الفرقه كام؟ ده مشروع تخرج؟ لا انا لسه سنه ثانيه. جميل. ده الجديد بقى ان احنا متعودين دايما ان الطلبه بمشروعاتهم معانا بيكونوا مشروعات تخرج وخلاص انتهت الدراسه. لما نعمل مشروع بقى واحنا لسه في سنه ثانيه ايه؟ لا يعني احسن ان انا اشوف يعني اكتشف ايه الحاجات اللي انا اقدر اعملها من وانا لسه بادئه ولسه صغيره يعني. احسن ما اكتشفها بعد ما اتخرج يعني. صحيح. كده انا هعرف اشتغل عليها كورسات مثلا يعني. انا عرفت مثلا ان انا ممكن في القاء صوتي او في اداء صوتي، ده ممكن اشتغل على نفسي في الحته دي. بس عرفت ان انا ممكن اعمل كده اصلا. اكتشفتي عند نفسك مهاره وانت ان انا اعرف بتعملي اعمل المشروع كده. دوت انه مثلا حد من اساتذتك قال لك انت صوتك حلو فتقدري بس تشتغلي على المنطقه اقدر دي اشتغل على دي، وتنميها. غير لما اكتشف ان انا اقدر اعمل كده في سنه رابعه اصلا، فبعد كده هيبقى صعب ان انا اشتغل عليه. سمر انت برضو فرقه ثانيه؟ لا انا فرقه ثالثه شعبة اذاعه. وصراحه انا قررت ادخل اذاعه اصلا بعد ما اتعاملت مع دكتور حسن. جات لي بجد الفرصه، عمري ما كنت اتخيل ان انا اقدر اعمل كده. ارتجل واقف قدام ناس وازعق وسواق يعني كميه الزعيق. فبجد دكتور حسن تعب معانا جدا عشان نقدر نعمل السكتش. دكتور حسن، المزج ما بين الفرق المختلفه حضرتك مجمع في المشروعات اللي بتجيبها لنا دايما بالشباب طلبه الجامعه من فرقه ثانيه لفرقه ثالثه، ومعانا كمان مشروعات لفرقه رابعه. حضرتك قاصد تعمل المزج ده عشان يستفيدوا من بعض؟ لا ده مش كده وبس، كمان ده المزج مش في الفرق، ده المزج كمان في الكليات. يعني كليات حكوميه وكليات خاصه، كليات قاهريه وكليات في اقاليم. فالمزج ده هم كلهم بياخدوا ثقافات من بعض. طبعا. يعني انا لما اكون في كليه واحده ببقى في نمط واحد الكليه ماشيه كلها بيه، لكن لما بتعرف على انماط اخرى من كليات مختلفه باشكال وبثقافات مختلفه، ده بيبقى عندهم ثراء ليهم هم في تعاملاتهم مع بعض، وبعد كده كمان بيطلعوا بصداقات جديده لا ما وان كانتش يطلع عندهم. كمان مشروع فيه شراكه ما بين جامعات مختلفه، ده هيعزز عندهم بعد كده قيمه فريق العمل والتيم وورك اللي بنفتقدها في كتير من المؤسسات. بالظبط. وما يبقاش الانسان تقليدي، الناس المفروضه عليه اللي اتعرف عليهم معاهم هم دول بس اللي هو يتعامل معاهم، لا. وبعد كده انا ممكن اشوف مهارات في حتت مختلفه فاخد المهاره من هنا ومن هنا ومن هنا بحيث ان انا اطلع احسن حاجه ممكنه، وده بيفيدهم جدا. وزي ما قالت لحضرتك اللي هي ايه بتقول لك وانا صغيره لما بعرف عندي لسه في الكليه نقط ضعف معينه اقدر اشتغل عليها بحيث لما اتخرج ابقى جاهزه، او مناطق قوه تدعمها وتعززها. بالظبط. ده شيء جميل. ايه قولي لي فكره اتوبيس الساعه 6 الصبح دي كانت فكره مين واشتغلتوا عليها ازاي؟ كان السكتش استاذ حسن هو اللي كاتبه، صاحب الفكره. وقال لنا ان احنا يعني نشتغل عليه، وهو اللي قال لي انت هتعملي عم جلال. انا ما كنتش مصوره ان انا اعرف امثل اصلا، ولو مثلت مش عم جلال يعني. بس كان يعني مش متخيلين. كان دورك ايه في الفيلم؟ عم جلال ده كان مين؟ عم جلال عسكري متقاعد، كان بيشتغل في مزرعه خيل حكوميه. كانت وظيفته في الحياه ان اللي هو ياخد باله من الخيول، والخيل اللي يكبر في السن يضربه بالنار عشان يخلص منه يعني. بس فهو يائس بقى من الحياه لان هو خلاص كبر وتقاعد، فبقاش ليه وظيفه في الحياه، فشايف ان هو يعني نفسه يتعمل فيه زي ما كان بيعمل في الحصان، اللي هو حد يخلصه من حياته لان هو حاسس انه ملوش لازمه يعني. بس في الاتوبيس بقى كان الشعور ده والمعاناه دي طالعه ازاي؟ انا اديتها ازاي يعني؟ كان الاول انا كنت يعني انا يعني راكب زي اي راكب في الاتوبيس. بس احنا المفروض ان انا مستنيه على المحطه، بتكلم مع في معيد بيناقشني بيسالني على ميعاد الاتوبيس وكده، فانا بكلمه منتهى اليأس اللي في الدنيا ان مش فارقه الاتوبيس يجي الساعه كام، ومش فارقه ما الدنيا خلاص خلصت. الاحساس بالزمن ملوش ان خلاص بقى خلصت بالنسبه لي يعني الدنيا. بس فانا بالنسبه لي في الاول كنت باديه يعني عادي جدا، يعني بتكلم عادي جدا مش عم جلال. فاستاذ حسن خد باله من الحته دي، قال لي لا ما ينفعش تتكلمي بطبقه صوتك العاديه، وانا كمان عندي مشكله انا بتكلم بسرعه من الحاجات اللي هحاول اشتغل عليها يعني. بس فما ينفعش راجل يعني فوق ال60 ويتكلم بسرعه ويتكلم بالصوت ده. فكان لازم بقى اللي هي طبقه صوت شويه
يعني قويه شويه كبيره يعني. بس ولازم تون الصوت يهدى شويه عشان ما ينفعش يكون بيتكلم طب بسرعه انا في سنه هخليكي ده. تتقمصي عم جلال وتجهزي بيه على بال ما اكلم سمر وارجع لك واشوف بقى صوت عم جلال هيبقى عامل ازاي. سمر، كان دورك ايه في الاتوبيس الساعه 6 الصبح؟ انا كنت سواق. مهم. آه، على جنب يا اسطى بقى والناس تجري وتتشعبط والحاجات دي. تقريبا نفس اللي حصل مع ايه. هو احنا خدنا السكتش وكنا بنقرا من الورق، فانا كنت برضو نفس الكلام بقرا من الورق، وكنت حاسه ان انا مش انا. يعني هم كلهم متقمصين وانا بقرا الكلام بس، يعني حافظه حاجه واقرا. واوريدي كنت بفكر ان انا انسحب منه، يعني ما كنتش عايزه. ما كنتيش لسه مكتشفه مهاراتك في انا الموضوع؟ كنت شايفه ان كلهم هيطلعوا لي سكتش كويس، انا اللي هبوظه، فكنت عايزه الدنيا في الاخر العمل يطلع كويس. وفعلا كنت عايزه اعتذر. دكتور حسن قال لي لا، انا شايف فيك حاجه كويسه وهتقدري تقدميه، فانا بالنسبه لي عايزه اقدمه كويس عشان الثقه اللي دكتور حسن حطها فيا. جميل. والموضوع طلع لوحده، يعني حتى قبل التصوير بدقيقه واحده كنتش متخيله اني اعمل كده. اول ما بدانا تحولت، انا نفسي اتفاجئت بالفيديو. طب احنا عايزين نتفاجئ وهنديكم فرصه تمثلوا لنا بقى عم جلال والسواق والحوار بينكم وشكل الحياه جوه الاتوبيس. بس خليني اسالك يا دكتور، توزيع الادوار، حضرتك كتبت السكتش من تخيلك وحطيت المجتمع جوه هذا الاتوبيس الساعه 6 الصبح وخدت نماذج من المجتمع. توزيع الادوار على الطلبه، سبت لهم حريه الاختيار ولا شفت في كل حد منهم شخصيه قريبه من الشخصيه اللي المفروض يأديها؟ لا، انا عاوز اقول حاجه بالنسبه لكتابه السكتش. انا زي ما بدي الفرصه للابداع في ان الناس تنفذ العمل دوت، بدي الفرصه للشباب ان هم يشاركوا بالكتابه. ففي واحد طالب عندي مبدع جدا وشاطر اسمه محمد نصر، وهو دلوقتي في السعوديه، كان اتخرج في السعوديه. فانا بعت له قلت له عاوزين نعمل كذا كذا كذا، فهو عمل العمل دوت وبعته لي، لقيته هايل جدا. فقلت خلاص نعمله مع الشباب. اختبار بقى نوجه تحيه لمحمد نصر. محمد نصر نديله التحيه، كاتب مبدع فعلا يعني، ونتمنى له كل التوفيق. عشان ندي كل ذي حق حقه. وهو طالب اعلام ومتخرج من اعلام بنها، وهو شاطر جدا، بس هو دلوقتي في السعوديه وانا كنت بعت له كده، وهو هايل يعني. تواصل حضرتك مع الطلبه بعد التخرج دي حاجه جميله جدا، ما بتحصلش كتير. يعني كتير قوي من اساتذتنا اللي علمونا بنشوفهم في المناسبات او الفعاليات بعد سنين كتير قوي ونقول يا ده كان استاذي. ففكره ان حضرتك مش بس عامل تواصل بين الطلبه وبعض من كليات مختلفه، كمان بتعلمهم التواصل على المدى البعيد، تواصل حضرتك يعني مع الطلبه. كل اللي انا بتعامل معاهم وبيتخرجوا بنفضل متواصلين مع بعض، حتى لما بيسافروا بيتجوزوا والبنات بتتجوز بيعزموني على افراحهم، في دايما في تواصل بيننا وبين بعض الحمد لله، ويستشيروني في اي حاجه، اقدر اقدم لهم اي مساعده، يقولوا لي ياخدوا رايي هنعمل كذا. جميل الجانب الانساني اللي بيضاف للعمل، بيضيف قيمه قويه جدا. نرجع بقى لتوزيع الادوار. فتوزيع الادوار، فانا بتعامل معاهم اثناء التدريب، وانا بتعامل معاهم ببقى عيني ملاحظاهم، مين اللي يبقى يعني ممكن يمشي اكتر في عم جلال، مين اللي يمشي اكتر في السواق، مين اللي يمشي اكتر في الكمساري، مين اللي يمشي اكتر في المعيد في الكليه. وبعد كده بنجرب يعني صدفه ان حد تديله دور وبعد كده تلاقيه لا مناسب لدور تاني. اروح واخد منه الدور دوت ومديه لحد تاني، ومديله هو حاجه تانيه تبقى مناسبه ليه اكتر، عشان في الاخر يطلع الشغل بشكل حلو وجميل، هم يبقوا سعداء بيه. يعني انا مش متصور حد تاني كان ممكن يعمل عم الجلال غير آية. صوتها هادي جدا وادتني، هي طبعا كان في الاول زي ما بتقول لي كده هو بتتكلم بسرعه والاداء وطبقه تانيه مختلفه، بس لما ظبطنا ده انا حسيت ان ده عم جلال ما ينفعش حد تاني. حتى انا لما بكلمها دلوقتي ما بكلمش الا عم جلال، واصحابها كتير بيقولوا لها عم جلال. فكده هوت. سمر في دور السواقه هي ابهرتني، يعني في الاداء والمصطلحات والكلام، وحتى اللبس بقى اللي لبسته كمان، اللبس انا ما دخلتش فيه، هم عملوا اللبس ده من ابداعهم هم، وبعد كده عرضوه عليا ما كانش فيه اي تعديل. لقيت اللبس هم ابداعاتهم فيه مديهم فرصه يطلقوا العنان لابداعهم بقى، مفيش ديكتاتوريه في الديكور وفي الملابس وفي الكلام، وبيضيفوا ممكن بيضيفوا ده ممكن بيعملوا احسن من اللي انا بقول لهم عليه كتير قوي، فبلاقيهم بيطلعوا ابداعات افضل. هم لما الواحد يستخدم فكر واحد بس ومهما كان كويس مش هيطلع حاجه. صحيح. لكن لما العمل الجماعي كل الطاقات، وحتى لو مش شباب صغيره ممكن يكون افضل من الكبير اللي بيقول لهم، وفي الاخر احنا بنعمل في الاخر هدفنا ان احنا نطلع حاجه كويسه. صحيح. فايه المانع ان آية تقول ملحوظه جميله، ان سمر تقول ملحوظه جميله، طالما بتفيد العمل وبتقوي منه وبترفعه ناخد بيها ونعملها ويطلع العمل جميل. طب يلا نتفرج على وبأقل الامكانيات بالمناسبه، مفيش يعني اي تكلفه بتضاف، احنا بنعمله عملناه في الاستوديو
جبنا الكراسي بتاعت الاستوديو انا حطيناها ورا هرجع بعض. لحضرتك بعد هم ما يقدوا لنا مقطع من السكتش عشان نتكلم في موضوع التكلفه والصرف بتجيبوا الحاجات دي منين. عم جلال وعم مين بقى السواق كان اسمه ايه؟ هو سواق من غير اسم. عم سمر، عم سمر وعم جلال اتفضلوا اركبوا الاتوبيس وانتوا في المحطه وانطلقوا. تمام. لا انا بس كنت عايزه اوضحه لحضرتك ان هي يعني انا كلامي ما كانش كله فيه حوار انت كراكب انا وهي كسواق. انا كان فيه كلامي حوار كله بينكم. مع المعيد قبل ما نركب الاتوبيس، وهنا دوري بيقف اول ما نركب ببقى ما بتكلمش. السواق حوارك كان مع مين؟ مع الاتوبيس كله. طيب بنساعد نعتبر الناس دكتور كلها. حسن واحد من اللي حاورتيهم في الاتوبيس، طب تمام. وهنعتبره هو كمان برضو المعيد. يعني دكتور حسن حضرتك هتكون قاسم مشترك معاهم هما الاثنين في الاداء. خلاص تمام اوكي. ابدا انا؟ تمام. حضرتك هتبدا ولا هتسالها بقى الاتوبيس هيجي انت امتى بقى؟ دلوقتي الاتوبيس هيجي امتى؟ ده الاتوبيس الساعه 6 الصبح. اتوبيس الساعه 6 يا ابني، عايزه يجي الساعه كام؟ اكيد 6. وانا ما اعرفش، انا بسال بس ما اعرفش المكان ده صح ولا لا. يعني هتفرق يا ابني، كل حاجه في البلد دي بايظه، اشمعنى يعني الاتوبيس اللي هيجي في ميعاده؟ طيب يعني كنت عاوز اعرف بس منك الاتوبيس دوت بيجي فاضي ولا مليان ولا ايه بالظبط؟ يا ابني مفيش حاجه في البلد دي مظبوطه، كل حاجه في البلد دي مش مظبوطه. انا مش فاكره بقيه دول للاسف. يعني في حاجات اجاباتك محبطه يا عم جلال. هي الفكره ان هو كآبة الدنيا ايوه كلها صحيح بالشخصية دي. شخص صحيح، حد راجل بيعاني طول حياته آه. ووظيفته مأثره عليه، بس فيجي بقى 6 يجي فاضي يجي مليان. مش فارقه معاه، مش فارقه معاه يجي زي ما أي يجي. حاجة فارقة معايا خالص. عم السواق الحمد لله على السلامه. لكن المعيد كان بيرد عليه بقى ان هو عنده الامل وعنده التفاؤل وشايف آه. الدنيا شكل تاني وشايف الدنيا فيها امل وتفاؤل. هو طبعا حضرتك حاطط راجل في الستين وشاب لسه في بدايه حياته وبتعكس بقى نظره كل واحد منهم للحياه. وبقيت بقى اللي واقفين على المحطه كمان كل واحد نموذج كل وكل واحد واحد نموذج من حالة. نماذج المجتمع. هو التخيل الاتوبيس بتاع 6 الصبح اللي هو اول اتوبيس بيطلع من الجراج. مين الزباين اللي بيبقوا منتظرينه؟ وايه الحوار اللي ممكن يدور بينهم وهم واقفين على المحطه؟ ولما يركبوا ايه الاحداث اللي ممكن تحصل؟ والزحمه والتكالب والسواق بقى. قولي حاجه من الحاجات. طب حاجه سريعه كده يا سمر. تمام. انا بدايتي ان في حد بيخبط على الاتوبيس، ان في راجل واقع تحت الاتوبيس، فانا بدخل بقول لهم ايه في ايه يا جماعه؟ فبيقولوا لي في واحد واقع تحت الاتوبيس. بقول لهم عجبكم كده؟ ادي الزحمه جابت ايه؟ عمالين نقول بالراحه يا جماعه، بالراحه يا جماعه، لا حول ولا قوه الا بالله. حد بقى يطلب لنا الاسعاف. طب احنا هيطلبوا لنا الاسعاف لو طولنا اكتر من كده. بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق، تكونوا معانا بمشروع التخرج ان شاء الله. يعني انت لسه قدامك سنتين وسمر خلاص قدامها سنه ان شاء الله باذن الله. دكتور حسن توعدنا كل الشباب اللي معانا النهارده يكونوا معانا بمشروعات التخرج باذن الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن، بشكرك سمر، بشكرك ايه، بتمنى لكم كل التوفيق. بشكركم مشاهدينا. في ختام هذه الفقره هنطلع لفاصل قصير وختام فقرتنا او نستكمل فقراتنا والفقره الجايه مع زميلتي رنا.